الوضع طبيعي يا صاحبي بكره ان انت تكسب بوركينا فاسو، مفيش مشكله فيها. ولو كسبنا بوركينا فاسو ما تعملش فرح وتفرح وتهيص في الهيصه وتحسسني ان انت عملت انجاز ما حصلش وان انت عملت حاجه ما اتحققتش. ان انت الطبيعي ان انت تكسب بوركينا فاسو عادي جدا. لكن المشكله اللي هتقابلك لو كسبت بوركينا فاسو بكره والمباراه عدت ووصلت كاس العالم وما خدناش بالنا منها، وهنصحى على مفاجاه وكارثه كبيره وخروج غير طبيعي من كاس الامم الافريقيه، ان انت لحد دلوقتي ما حلتش مشاكلك في المنتخب المصري، ولحد دلوقتي ما شفتش حلول للمشاكل الكتيره اللي كانت موجوده قبل كده. اول المشاكل دي ان انت بتلعب بتمنيتين، واحنا ليه نلعب اصلا بتمنيتين؟ وليه نلعب 4-3-3 اصلا واحنا ما عندناش الامكانيه ان احنا نلعب 4-3-3؟ احنا قعدنا 10 سنين بنلعب مختلفين عن العالم كله، كنا واكلين افريقيا كلها، كان العالم كله بيلعب 4-4-2 واحنا كنا بنلعب 3-5-2 وكنا بننيم افريقيا كلها من المغرب. مش لازم نكون قلودي ونلعب 4-3-3، احنا عادي جدا. عادي يا عم، العب بالطريقه اللي تنفع مع امكانياتك وقدراتك. انت ما عندكش اصلا مركز 8 في مصر كتير، مش متوفر. ليه تلعب بتمانيات وتجيب تريزيجيه وزيزو وتلعبهم تمانيات وهم اصلا قدرتهم وامكانياتهم على الاطراف؟ دي ناس عايزه اللي يجريها، دي ناس عايزه اللي يديها الكوره في المساحه عشان تتحرك. انت جايبهم تحطهم تمانيات ليه؟ سواء في الاهلي او في منتخب مصر، احنا ليه بنقلد الكوره وخلاص؟ يعني احنا على حسب امكانياتك العب. انت امكانياتك ما تلعبش 4-3-3، امكانياتك ان انت تستغل الاجنحه القويه اللي عندك دي وتلعب بيها على اجنحه زي ما هي. يعني انت ممكن تلعب بزيزو ده باك رايت مفيش مشاكل فيه، وتشوف حل في الباك الشمال اذا كان تريزيجيه يلعبها او اي باك شمال تكتشفه. مصر فيها 100 مليون، اكتشف باك شمال ولعبه باك شمال واستغل الاجنحه دي في الاطراف. لكن ان انت تلعبها تمانيات وانت اصلا ما عندكش الملكه بتاعت التمانيات، وسايب مجدي قفشه ما بتلعبوش صانع العاب وهو المفتاح اللعب الوحيد في مصر اللي يقدر يديك الكوره تجيب جون. اللعيب الوحيد اللي في مصر اللي يقدر يصنع هدف هو مجدي قفشه في الوقت الحالي. مفاتيح لعب الاهلي في اقوى فتره ليه في الفتره اللي فاتت لما كان الاهلي بجيل كامل قدر يكسب 3 افريقيا في 4 سنين، كان محمد مجدي قفشه وعلي معلول احد اهم مفاتيح لعب الاهلي. ومنتخب مصر قعد فترة كبيرة جدا من غير صانع ألعاب، ولما ظهر قفشه بقينا ان احنا دلوقتي بنتجاهل وجوده بسبب ان كيروش هو مدرب قوي وكل حاجة، لكن بسبب ان هو قال ان قفشه لا يصلح للعب المنتخب مصر اصبحنا متجاهلينه تماما. وده طبعا اثر بشكل كبير جدا على طريقة وخطة لعب منتخب مصر، بسبب ان احنا بنلعب بطريقه مش متناسقه مع ادائنا ولا متناسقه مع القماشه اللي موجوده من اللعيبه. انت عندك لعيبه ما تلعبش 4-3-3، انت ما عندكش مركز 8 كتير في مصر اصلا عشان تلعب بتمانيات. يعني انت ما عندكش في مركز 8 ده غير امام عاشور. طب امام عاشور ده مين بديله؟ طب مين هيلعب جنبه؟ ده الاهلي راح جاب محمد علي بن رمضان التونسي عشان يلعب بتمانيتين. وحتى لما جاب محمد بن رمضان انا بقول لك ان قفشه قد محمد علي بن رمضان، قده وزياده عليه كمان، ومش هيعمل اللي عمله قفشه عشان تبقى فاهم. والايام بينا وهفكرك ولا هيحقق نص اللي حققه قفشه.